بإذن الله تعالى. كرة الآن فيها محاولة للمنتخب اليمني، إرسال الكرة في الجهة اليمنى، محاولة في لعب كرة عرضية، تسديد، الهدف الثاني للمنتخب اليمني. نعم، يسجل الهدف الثاني اللاعب عادل قاسم، يتقدم على حساب منتخب الإمارات. الهدف الثاني نعم يأتي في هذه اللحظات على بعد 4 دقائق عن صافرة نهاية الوقت الأصلي. شوط المباراة الثاني يسجل عادل قاسم الهدف الشخصي الثاني، والثاني للمنتخب اليمني. منتخب اليمن 2، منتخب الإمارات لا شيء. معليش، مباراة تبقى كبيرة، صعود لدور نصف النهائي لمنتخب الإمارات، لكن منتخب اليمن أيضا يقدم مباراة جميلة.